أهم الأخبار في السريع. خليك معايا، هنتعرف في السريع على أهم كام خبر كده من الأخبار بتاعة النهاردة. طبعا غدا بإذن الله في 5 مساء هتكون مباراة الزمالك وغزل المحلة. أما في 8 مساء فهيكون مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية. بالنسبة لمباراة الزمالك وغزل المحلة، رابطة الأندية اختارت الحكم محمد معروف لإدارة المباراة. أما مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية فكلاكيت ثالث مرة. أمين عمر للمرة الثالثة هذا الموسم حكم لمباراة الأهلي. ده بالنسبة لمباريات غدا بإذن الله، الزمالك والمحلة وكمان الأهلي وكهرباء الإسماعيلية. اما بالنسبه للاعيبه نادي الزمالك، فلاعيبه نادي الزمالك بالفعل حصلوا على جزء من مستحقاتهم قبل مباراه غزل المحله. اما عن اهم الاخبار، فتم تحديد موعد كاس السوبر الافريقي بين نادي بيراميدز ونادي نهضه بركان. المباراه هتكون يوم 18 اكتوبر على ملعب الدفاع الجوي. كل تمنياتنا لنادي بيراميدز بالتوفيق والفوز بإذن الله. وبس خلاص، هي دي كانت أهم الأخبار.